مكون واحد بس الملابس السوداء هترجع جديدة بمكون ما يخطرش على بالك ابدا. انا عايزة اقولك ده الاول مرة وحصري على اليوتيوب المكون ده النهاردة. ما شاء الله يا بنات، وبعد تجارب وبعد بصي يعني بلفيت ودرت كده عشان اطلع لك الخلطة، مش خلطة بقى، لا ده هي مكون واحد بس. مكون واحد بس عايزة اقولك هيودي الملابس بتاعتك القديمة اللي كنت خلاص فاقدة فيها الامل انك تلبسيها او تستعمليها من اول تاني، هترجعيها جديدة تاني. لو عندك بقى طرحة لونها مجرب كده، ولا بنطلون ولا قميص، ولا مثلا عباية سودة لونها مجرب عندك، انا عايزة اقولك بالمكون بتاعي النهاردة ده كل حاجة عندك هترجع جديدة من اول تاني. بصي انا مراكي ان انا حاطة الهدوم بتاعتي عندي هنا فيها في المكون ده، وما شاء الله يا بنات ولا ليه اي ضرر على الملابس ولا ليه اي ضرر على ايديكي. وهقولك اي حاجة دلوقتي كلها في الفيديو، وهثبت لك بالتجربة جوه الفيديو ان ازاي فعلا المكون ده عامل كده زي الصبغه بالظبط. هو مش صبغه على فكره، هقول لك عليه دلوقتي حالا، بس خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تتابعي الخطوات وتشوفي كده المكون ده كده تلفي وتدوري وتجيبيه، لانك فعلا مش هتقدري تستغني عنه. حرفيا كده بيودي الملابس بتاعتك في حاجه كده تحفه. اللي هو بصي لو عندك اي حاجه لونها بهت او لونها مجرب هيرجعها لك جديده من اول تاني. خليكي معايا كده في الفيديو واحده واحده عشان اوريكي ازاي عملت بالتجربه واطلع لك النتيجه. جبت لك بقى ست الكل هنا قطعه كده من القماش بيضه قطن. انا عايزه اقول لك من اكتر الحاجات اللي تبين لك ان الموضوع ده فالح او مش فالح هي القماشه القطن دي. القماشه دي يا بنات ممكن تشرب الصبغه بسهوله. وعايزه اقول لك كمان ده دليل على انها الناجحه جدا اللي هي المكون اللي هنعمله النهارده. ان انا القماشه ديت اللي قدام حضرتك بيضه، فانا حبيت ان انا اوريها لك كده في اللون الاسود هيعمل فيها ايه. في المكون بتاعنا النهارده هيعمل ايه في القماشه دي. ده طبعا انا لو جبت لك حاجه سودة هتقولي طب ما هي سودة ومش باينه في الفيديو. لا انا جبت لك بقى قطعه قماش بيضه عشان اثبت لك بالتجربه اهو قدام عينيكي ان المكون بتاعنا النهارده مش ممكن الجمال ده. يعني عايزه اقول لك حرفيا كده بمجرد ما بتحطيه في الميه دي وتسيبيه فتره كده، اللهم بارك بيصبغ على طول بقى. هو بصي مش هقول لك هو صبغه، هو مش صبغه تماما، ولكن هيصبغ معاكي اللون الاسود، هيديله لون اكتر ما شاء الله، هيديله زهزهه، هيرجع لك الملابس اللي هي لونها مجرب كده اللي هي الاسود المجرب ما شاء الله تبارك الله. يعني عندك طرح بقى، عندك قمصان سودا، عندك مثلا عبايات سودا او بناطيل سودا ولونها مجرب كده او لونها مش مزهزه معاكي. الغرض يا بنات انا هنا بوريكي ان المكون بتاعنا النهارده ليه تاثير قوي جدا في ان هو يرجع الملابس السوداء البهتانه او اللي مش مزهزهه ترجع بقى بعد ما اتصبغت لونها عامل ازاي. مش اتصبغت بقى زي ما قلت لك، هي مش صبغه ولكن هي مكون كده ما شاء الله تقريبا كده شبه الصبغه وتحفه يا بنات. بصي خلى اللون بتاع القطعه بتاعت القماش البيضه عامله ازاي، ما بالك بقى في الهدوم اللي هي بيبقى لونها اسود ما شاء الله بيوديها حرفيا جديده من اول وجديد تاني. فما شاء الله تعالي كده سمي اللي وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المكون بتاعنا يا بنات الا وهو الحجر الاسود اللي هو البودره بتاعته. انا عايزه اقول لك بقى بصي العلبه دي كده فيها عباره عن مسحوق او بودره الحجر الاسود. في حاجه كده اسمها الحجر الاسود اللي البنات دايما بتجيبه او مثلا اي بنوته او ست بتجيبه، بتعمل فيها طلاء الاظافر بتاع اللي هو بالحجر الاسود ده، بيعملوه بالحنه كده. عارفه الحنه لما بيحطوا عليها كده البودره بتاعت الحجر الاسود دي، هي دي ما شاء الله يا بنات عامله زي الصبغه بالظبط. يعني انا عايزه اقول لك كده هتروحي العطار او هتروحي لاي محل بتاع مكياجات هتلاقي عنده الموضوع ده اللي هي البودره بتاعه الحجر الاسود او الحجر الاسود نفسه عند العطار. ده بقى هتجيبيه اللهم بارك حاجه كده قمر قمرين تحفه تحفتين في صبغه الملابس السوداء او مش في صبغه، هو بيديها لون تحفه يا بنات. هنشتغل بيه ازاي هقول لك يا ست الكل. طبعا انا كان عندي العبوتين دولت موجودين عندي اصلا، فطبعا حبيت ان انا اشتغل بيهم. وطبعا ما عملتلكيش التجربه دي النهارده غير لما جربتها الاول على قطعه القماش اللي وريتها لك في البدايه. جبت كده حله اللي بشتغل فيها على اي منظفات دي ما بستعملهاش في الاكل تماما، فجبت كده لتر من الميه ونزلت بيه في الحله دي. تمام انا هشتغل على لتر من الميه عشان لو عندي عبايات عندي بناطيل عندي كميات كبيره يعني. فدي المكونات اللي هحطها، هو المكون واحد بس هحط منه المقدار اللي هقول لك عليه دلوقتي ده. اخدت منه معلقه كده، قولي معلقه ممسوحه يعني، بصي هنا نص معلقه اهي، واحط شويه كمان. يعني انا حطيت شويه كمان عشان احس ان الميه بتاعتنا كده اغمقت جامد. بصي هو انا بوريكي هنا شكله عامل ازاي، عامل زي كده عارفه شبه الكحل بتاع زمان كده اللي هو كان عامل زي البودره كده السودا ده. ما شاء الله يا بنات حاجه تحفه كده. الملمس بتاعه عامل زي ما يكون ايه، عامل زي الرمله كده. تمام
فده عباره عن حجر اسود مطحون. تمام. اخدت منه كده زي ما قلت لك عباره عن نص معلقه كبيره او معلقه ممسوحه. تمام. ده بالنسبه لكميه هدوم كتيره دي ممكن هتعملي بيهم، بصي مش ما شاء الله يعني كميه حلوه من الهدوم. وهوريكي دلوقتي احنا اشتغلنا بيه ازاي. تمام. جبتهم كده وقلبتهم تقليبه خفيفه كده في الميه. هو مش هيدوب معاكي تماما في الميه البارده، لازم تنزليه كده في الميه الاول، في الميه البارده على الاول اهو، وبعد كده هطلع بيه على البوتاجاز. تمام. البوتاجاز بقى هنا هتحطيه على البوتاجاز ياخد غلوه غلوتين كده. انا طبعا شغلت النار اهوت وهبدا ارفعها على النار. هقول لك بقى ست الكل، هو اول ما بتحطيه زي ما حضرتك شايفه كده بيبدا لسه ما دابش تماما، هو هنا لسه البودره دي ما دابتش تماما، بتدوب بالميه السخنه. حلو الكلام. حلو الكلام. ابدأي بقى دوبي فيه كده لغاية ما يديني اللون الاسود الكاحل اللي هو بصي اسود جامد بقى اللي هتشوفيه دلوقتي. طبعا انا هسيبها هنا. هتقولي طب هنسيبها لغاية ما تغلي ولا تدفى ولا ايه؟ سيبيها لغاية ما تبدأ في اول غلوة كده، يعني اول ما يبتدي فيه الغليان طفيها خلاص. انا مش عايزة حاجة اكتر من كده. بصي بدأ اللون يغمق معايا ازاي. وعايزة اقول لك الكلام ده ما خدش 3 4 دقايق، يعني بمجرد المية بدأت تغلي كده اللهم بارك بصي اللون عمل ازاي. انا عايزه اقول لك بقى اللون ده ما شاء الله يا بنات تحفه تحفه تحفه، لو اقول لك فيه شعر مش هوفيه. وعلى فكره زي ما وريتك في الاول قطعه القماشه البيضه اللي انا يعتبر انا عايزه اقول لك ان انا صبغتها، مش هي بقى، هي دي مش صبغه طبعا، زي ما قلت لك دي عباره عن عبوه كده بيسموها حنه، بس هي مش حنه، هي بودره حجر اسود بتيجي مع الحنه نفسها، يعني بتتحط مع الحنه لطلاء الاظافر. يعني انت لو رحتي للمحل هتقولي له كده عايزه البودره بتاعه الحجر الاسود او الحجر الاسود نفسه، وبتضربيه في المطحنه. تمام. هتغليها زي ما انت شفتي كده. هتبدا في الغليان هتنزليها بقى من على النار وتسيبيها لما تهدى تماما. عايزه اقول لك بقى عشان لما تروحي تشتريها تبقي واخده بالك من الشكل بتاعها عامل ازاي. زي ما وريتها لك كده العبوه في الاول دي كانت عبوه جايه مع حنه اظافر. تمام. ولكن هي بتتباع عند العطار كحجر اسود كده زي حجاره كده او بودره. تمام. ممكن تقولي له بودره الحجر الاسود اللي هي بتاعت طلاء الاظافر، او تقولي له الحجر نفسه. تمام. طبعا الحله هنا انا طفيت عليها النار وجبت قطعه القماشه. طبعا هعيد لك الموضوع تاني عشان تاخدي بالك منه. انا طبعا قلت لك الكلام ده في بدايه الفيديو. قطعه قماشه بيضه دي اكبر دليل على ان الوصفه بتاعتنا النهارده ناجحه 100%. طبعا القطعه دي لو اسودت معايا يبقى خلاص كده انا مش عايزه حاجه تاني، يبقى اللون بتاعي هيثبت معايا في اي انواع من الاقمشه تاني. تمام. الحراير هتثبت فيها بس لما هتسيبيها وقت طويل. الاقمشه القطنيه برضو نفس الطريقه. انا جبت القطعه زي ما حضرتك شايفه كده ونزلتها في الحله. الميه هنا تعتبر كانت خلاص داخله ان هي تبرد، هي كانت يعني هي لو حضرتك خدت بالك ان طالع منها بخار. تمام. هي كانت سخنه برضو. انا ايه عشان اخلص الفيديو معاكي بسرعه طبعا انا استعجلت، ولكن انا عايزه اقول لك كل ما تسيبيها في الميه، اذا العبايات الطرح القمصان اي حاجه موجوده عندك عايزه تخلي اللون بتاعها مزهزه، حطي الوصفه بتاعتنا النهارده دي، الميه بتاعتنا اللي احنا عملناها دي ميه الحجر الاسود دي، كل ما سبتي فيها الملابس بتاعتك كل ما خلت اللون بتاعها تحفه يا بنات. عايزه اقول لك ولا ليها ضرر على الملابس ولا الاقمشه، وامنه جدا وتحفه يا بنات. وبس في حاجه بقى لو انت بتعمليها، خلي انت لو خدتي بالك ان انا هنا ما لمستش الميه تماما، الميه هنا ما لمستهاش تماما، حتى انا بوريكي ضوافري عشان ما تسبغش في ايديكي، لان هي ممكن بتسبغ في الايد، لان هي تعتبر انت بتعملي بيها طلاء للاظافر كمان، يعني ما شاء الله يعني بتلزق في الايد شويه. ولكن انا هنا عشان طبعا ما احتكش بيها تماما، انا كل اللي عملته ان انا نزلت فيها الهدوم وجيت في الاخر هوريكي دلوقتي في الفيديو عملنا ايه. مش عايزين نستعجل عشان اوريكي الخطوات واحده واحده. بصي بعد ما نزلتها وطلعتها قطعه القماشه اللي بوريها لك، بصي النهايه بقى بتاعتها شكلها عامله ازاي هوريها لك دلوقتي. ادي لونها بعد ما اتصبغت او بعد ما حطيناها في الوصفه بتاعتنا النهارده. بصي لونها عامل ازاي، اسود. اللون الاسود فعلا دي هتصدقي ان دي قطعه قماش كانت بيضه؟ هتقولي لي طب هي ممكن تنزل اللون بتاعها تاني؟ مستحيله. انا عايزه اقول لك مستحيل اللون ده ينزل تاني منها. ده دليل على ان انت بتعملي حاجه ما شاء الله 100% ناجحه. دي طبعا قطعه القماشه اللي حبيت اجرب لك عليها، عشان مثلا ما تجيش واحده اخت تقول لي مثلا طب ما هو الاسود اسود احنا ما شفناش هل هو فعلا هيعمل اللون بتاعنا هيظبطه ولا لا. اديني جبت لك قطعه من القماش عشان اجرب لك فيها الخلطه بتاعتنا، مش الخلطه بقى احنا مش هنقول خلطه،
اللي هجرب لك فيها الوصفه بتاعتنا النهارده. وكل شويه بوريكي الضوافر، ما تحاوليش تحتكي بالميه بتاعه اللون الاسود ده، عشان ممكن يسبغ في ايديكي. مش هيسبغ يعني، هو هيطلع عادي، بس برضو حفاظا على ايديكي. تمام. جبت بقى الطبق الكبير بتاعنا كده، ونزلت ببقيه الميه اللي احنا عملناها، اللي هي فيها الحجر الاسود دي، بودره الحجر الاسود. ونزلت في الميه كده، وكملت ميه من الحنفيه عادي خالص، عشان طبعا هبدا اجيب الهدوم السوداء او الملابس السوداء اللي انا هبدا اظبطها كده واظبط الوانها، لان انا كان عندي كام حاجه كده محتاجه ان انا اظبط الوانهم. فطبعا ما شاء الله انا اختصرت لك في الفيديو الحاجات اللي انا هعملها، ولكن والله يا بنات فعلا ما شاء الله تبارك الله جايبه نتيجه تحفه جدا. انا طبعا حطيت الميه هنا على قد الكميه بتاعت الملابس اللي عندي، وبدات اجيب بقى الهدوم اللي انا هديها بقى اللون الاسود الصريح بقى. حابه بقى بصي، لو عندك طرحه لونها مجرب، او مثلا جيبه، او مثلا قميص او عبايه، او اي حاجه عندك سودا لونها بهتان كده، ومش واخد اللون الاسود الجميل اللي احنا متعودين عليه، لا بصي هاتي بقى النهارده الوصفه بتاعتنا النهارده دي، اللي هي قلت لك عليها طول الفيديو بحكي لك عليها، وحطي فيها بقى الملابس دي. طبعا هنحطها قد ايه؟ حضرتك اتكلمتي وقلتي ان احنا هنحطها في الميه كده، هنحطها بقى فتره طويله جدا على قد ما تقدري، اقلها 6 ساعات. يعني بصي مثلا هتحطيها من بالليل للصبح، يبقى جميله وتحفه كمان. كل ما تسيبيها كل ما هتشرب من اللون ده، وهتخلي الملابس بتاعتك حرفيا تحفه. طبعا انا هنا سبتها وقت طويل جدا، هنا بعد ما سبتها وقت حلو قوي، جيت بعد كده عملت ايه؟ شطفتها بس كده، حسيت ان هي بدأت تروق بسرعة. معنى ذلك ان العبايات او الملابس اللي انا حطيتها دي شربت معايا اللون اللي احنا كنا عاملينه، شربته تماما. انا عايزه اقول لك ما شاء الله طلع اللون بتاعها اغمق وتحفة جدا يا بنات. انا عجبتني جدا بصراحة، لان طبعا اول مرة اجرب حاجة تطلع بالطريقة الجميلة ديت. لان العبايات السوداء بالذات والملابس السوداء بالذات، عايزه اقول لك من الحاجات اللي بتزعل جدا لما بتبوظ منك، او مثلا لونها بيبهت منك، خصوصا لما تكوني شاريه حاجه قيمه كده مثلا، وحسيتي ان هي مثلا ايه، لا بدات مثلا هتروح منك كده ولا حاجه، لا. بصي بقى بدات اشيلها من الميه اللي هي احنا عملناها دي خالص اهي، وهبدا اشطفها تاني. بصي نزلت بقى الميه خالص اللي احنا كنا حاطين فيها الملابس بتاعتنا، وبدات اشطفها بقى شطفه واحده بس، بعدها خلاص كده. انا عايزه اقول لك ما شاء الله يا بنات بترجع الملابس بتاعتك قمرين، تحفه تحفتين زي ما قلت لك في الفيديو. اتمنى يا رب اكون افدتكم في الفيديو الجميل دوت، والله العظيم، وجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. انا عن تجربه عملتها لكم ما شاء الله، يعني حاولت ان انا اجيب لكم اقصى حاجه ممكن تعملوها ما تدخوش بعديها تاني. بصي الميه رقت ازاي ما شاء الله، مجرد ما انا شطفت مره واحده، حاجه تحفه كده يا بنات. الملابس خدت اللون الاسود، وفي نفس الوقت الميه رايقه جدا في اول شطفه بشطف فيها الملابس تاني. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف على قلوبكم، ما كنتش طولت عليكم. احلى اخوات في الدنيا، واحلى صحاب، واحلى بصي متابعين في الدنيا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ولا من كومنتاتكم الجميله اللي بشوفها دايما. اتمنى يا رب كده اكون افدتكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.